قصتنا بتبتدي بتي راجل فقير وكان شغال صبح وليل علشان يدفع مصاريف مدرسة ابنه، وبعد ما مراته ماتت بقى كل اللي بيتمناه ان ابنه يتعلم كويس علشان يبقى حاجة كويسة لما يكبر. وده ديكي ابن تي، وبيكون رايح المدرسة اول يوم. وطبعا كل الطلاب كانوا رايحين المدرسة بعربيات فخمة، بس ديكي كان رايح مشي، وكان لابس جزمة متخيطة وهدومه قديمة ومتبهدلة. والأستاذ كو على طول كان بيزعقله علشان لبس ديكي كان متوسخ. بس أستاذة يويان كانت بتحب ديكي وعلى طول كانت بتشجعه إنه يبقى كويس. ولما دخلوا الفصل الأستاذ كو بدأ يسأل الطلاب عن أحلامهم لما يكبروا. ففي بنت قالت له إنها عايزة تبقى عارضة أزياء، وجاك قال له إنه عايز يبقى رجل أعمال زي باباه. ولما جه الدور على ديكي فقال لهم إنه عايز يبقى فقير. فكل أصحابه فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليه علشان ديكي أصلا كان فقير. بس ديكي قال لهم إن الفقر مش عيب، وإن والده علمه إن الاحترام والنزاهة أهم من الغنى والفقر. فكل أصحابه سكتوا وبعدها سقفوا له. ولما طلعوا من الفصل كان جاك بيفرج أصحابه على اللعبة الجديدة اللي والده اشتراها له، وكانت اللعبة اسمها CG1. وديكي راح مسك اللعبة وكانت عجباه جدا، بس جاك زعقله وخدها منه. وجاك بدأ يتنمر على زمايله، واتنمر على واحد رفيع، وبعدها اتنمر على بنت علشان حجمها كبير. لكن ديكي مسكتلهوش وفضل يزعق معاهم ودافع عن البنت. ولما جت حصة الألعاب طلعوا ديكي بره علشان ما كانش معاه جزمة رياضية. وخلص اليوم وديكي روح البيت، وفضل هو وباباه يصطادوا الصراصير اللي على الحيطة. وفي اليوم اللي بعده تي خد ديكي وراحوا يتفرجوا على التلفزيون اللي موجود في الشارع. وجه إعلان في التلفزيون إن في أجسام فضائية وصلت المدينة بتاعتهم. ولما خلص الإعلان تي ما لقاش ديكي جنبه، فراح يدور عليه، وبعدها لقاه في محل ألعاب وكان ماسك لعبة CG1 اللي كانت مع زميله جاك. وفضل يتحايل على والده انه يشتريها له. فتي قال له احنا ما معناش فلوس علشان اللعبه دي كانت غاليه. بس ديكي برضه كان مصر انه ياخد اللعبه. فتي ضربه عشان يسيبها، وفعلا ديكي عيط وسابها ومشي من المكان. وبالليل تي كان بيدور لديكي على اي لعبه في الخردة اللي مرميه، وفعلا لقاله كوره، وما كانش يعرف ان الكوره دي كائن فضائي. وتي خد الكوره ورجع البيت عشان يصالح ديكي، وقال له ان جاب له لعبه احسن من CG1، وساب له الكوره ومشي علشان يروح الشغل. وفعلا ديكي خد الكوره، بس ما كانش يعرف برضه لازمتها ايه. ولما خدها وراح المدرسه برضه صحابه اتنمروا عليه وقالوا له ان دي كوره ملهاش لازمه. وجاك علشان يرخم عليه خلى واحد صاحبه يضربه. ولما اليوم خلص ديكي رجع البيت، ووالده تي لقاه مضروب، وفضل يزعق له انه بيعمل مشاكل وبيتخانق في المدرسه. وفي الوقت ده الكرة بدأت تتحول لكائن فضائي، فديكي رماها وفضل يقول لباباه ان الكرة بتتحول لحاجة غريبة. فوالده افتكره بيكذب وحبسه في الدولاب علشان يعاقبه. بس للأسف الكرة كانت معاه جوه الدولاب، وفعلا الكرة اتحولت لكائن فضائي. وديكي كان عاجبه شكل الكائن ده، واول ما تي فتح الدولاب تاني ديكي خبى الكائن لحد ما يعرف ايه هو الكائن ده. ووالده سابه عشان يروح يكمل شغله. فديكي بدأ يستكشف الكائن ده ولقاه شبه الكلاب، فسماه CG7. وفضلوا يرقصوا مع بعض طول الليل. فCG لقى تفاحة بايظة فاستخدم سحره وخلى التفاحة حلوة. فديكي ما صدقش وعرف ان CG عنده قوة خارقة. وخلص اليوم لحد هنا. وتاني يوم ديكي صحي وجهز نفسه عشان يروح المدرسة، وخد معاه CG7 وقال يجرب القوة بتاعته. وخده وراح لأشرس كلب في الشارع وقال لCG يضربه. وفعلا CG عمل حركات قتالية وضرب الكلب. وبعدها ديكي خد CG وراحوا المدرسة وهم فرحانين، عشان كده كل مشاكل ديكي هتتحل. ولما وصلوا المدرسة كان ديكي عليه امتحان، فدخل الحمام وطلب من CG انه يساعده عشان ينجح في الامتحان. فCG صنع له نظارة علشان يعرف يغش بيها. وفعلا ديكي وهو في الامتحان كان بيطلع كاميرات صغيرة من النظارة، وكان بيغش كل حاجة من زمايله، وجاب في الامتحان ده 100%. وجي وقت امتحان الرياضة وبرضه ديكي راح لCG وطلب منه انه يساعده. وفعلا CG صنع له جزمة رياضية. وديكي لما دخل الاختبارات فاجئ أستاذه، وكان بينط عالي جدا وبيجري بسرعة كبيرة جدا على المشاية. وحتى في الكورة لما شاط كسر العارضة. بس كل المدرسين عرفوا ان الجزمة اللي لابسها ديكي فيها حاجة غلط، وطلبوا له الشرطة وكانوا خلاص هيمسكوه. فديكي لما لقى الموضوع كبر استخدم الجزمة وطار بيها في الهواء. بس للأسف الجزمة باظت منه وهو طاير، فبدأ يقع على الأرض. وفجأة ديكي صحي من النوم، وللأسف كل اللي حصل ده كان مجرد حلم ومفيش أي حاجة فيه حصلت. فديكي أول حاجة عملها اطمن إن CG موجود وما كانش حلم هو كمان.
وفعلا جهز عشان يروح المدرسة، وخد سي جي معاه وراح لأشرس كلب في الشارع، وكان مفكر ان سي جي هيضربه زي ما حصل في الحلم، بس للأسف الكلب ضرب سي جي، فديكي خده بسرعة وهربوا من عند الكلب وراحوا المدرسة. بس المرة دي هما الاتنين كانوا مضروبين من الكلب، وكان في امتحان لديكي زي ما قلنا، فراح لسي جي وكان مفكره هيساعده زي ما حصل في الحلم، بس للأسف سي جي ما كانش فاهم حاجة ولا كان عارف يساعده ازاي. ولما ديكي دخل الامتحان ما كانش عارف حاجة ومحلش ولا سؤال وجاب في الامتحان 0. وجي وقت الامتحان الرياضي فديكي دخل الحمام تاني وفضل يتحايل على سي جي انه يساعده، بس للأسف سي جي برضه ما فادهوش بحاجة. ولما ديكي طلع الامتحان كل اصحابه فضلوا يضحكوا عليه لانه مش عارف ينجح في اي امتحان من الامتحانات. ولما خلص اليوم ديكي حط سي جي في كيس وراح رماه في الزبالة، علشان ديكي كان مفكره خارق وكان مفكر ان كل احلامه هتتحقق. ولما بعد شوية اكتشفوا انه غلطان وان سي جي ملوش ذنب، فرجع له بسرعة علشان ياخده، بس لقى للأسف عربية الزبالة خدته ومشيت. ففضل ينادي عليه بس العربية خلاص كانت مشيت ومحدش سمعه. ولما ديكي رجع البيت لقى سي جي هناك، فشاله وحضنه وفضل يعتذر له على اللي هو عمله. وطبعا وصل الخبر لباباه انه سقط في الامتحان النهارده وجاب 0. فتي فضل يزعق له واتخانق معاه وخد منه سي جي. فديكي قال له انا عايز اعيش لوحدي ومش عايز اعيش معاك تاني. فتي قال له انت فاشل. فديكي بيقول له انت عايز ايه اعمله لك علشان تسيبني اعمل اللي انا عايزه. فتي قال له انت لو جبت في الامتحان الجاي 60% هسيبك بعد كده تعمل اللي انت عايزه. فديكي فعلا بدأ يذاكر وكانت بتساعده في المذاكرة المدرسة يويان. وجه يوم الامتحان التاني وفعلا ديكي كان عمال يحل وبيجاوب على كل الأسئلة. ومن ناحية تانية تي كان في الشغل بتاعه وفي أنبوبة غاز وقعت من المبنى والسلك بتاعها مسك في رجل تي، وتي حاول بكل قوته انه يمسك في اي حاجة علشان ما يقعش، بس للأسف ما استحملش كتير ووقع من المبنى. وكل ده كان سي جي معاه في الشنطة، بس للأسف مش عارف يخرج. ونرجع تاني لديكي وفعلا خلص الامتحان وجاب فيه 65%، ودي النتيجة اللي باباه كان عايزه يجيبها. بس وصل الخبر لأستاذة يويان إن والد ديكي في المستشفى، فتحركوا كلهم على المستشفى. بس للأسف الدكتور بلغهم إن تي مات، وديكي كان مصدوم إنه مش هيشوف باباه تاني. والمدرسة يويان خدت ديكي ورجعت على البيت، فديكي طلعها بره وفضل يعيط وينادي على باباه. ومن ناحية تانية في المستشفى سي جي عرف يطلع من الشنطة وتفاجئ إن تي مات، والمرة دي فعلا استخدم قوته السحرية وفضل يحاول يعالج تي واستخدم كل قوته. واستخدام سي جي لكل قوته دي كان فيها خطورة كبيرة جدا على حياته. وخلص اليوم لحد هنا، بس السؤال هنا هل تي فعلا صحي ولا ايه اللي حصل؟ تاني يوم ديكي صحي من النوم ولقى باباه نايم جنبه، فما صدقش ان والده صحي تاني وفضل يحضن فيه وقال له انه مش هيسيبه تاني وهيسمع كل كلامه وبرضه هيذاكر كل دروسه في المدرسة. وفي الوقت ده سي جي كان معاهم، بس كان باين عليه انه تعبان، وللأسف القوة اللي استخدمها عشان يصحي بيها تي خلته ما يستحملش ومات. ومن وقتها ديكي بقى شاطر جدا وبيذاكر كل دروسه، وكان على طول شايل لعبة سي جي في رقبته على اعتقاده انه في يوم من الايام هيرجع له تاني. وفي سفينة فضائية وصلت المدينة ونزل منها كائنات كتير جدا شبه سي جي، وديكي اول ما شافهم كان فرحان جدا ومبهور. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.